ألمانيا بلد قوانين أكتر من إنها بلد اجتماعية، ودي حاجة معروفة عن ألمانيا بشكل كبير. الناس بتلتزم بالقوانين بشكل كبير جدًا، وده طبعًا ليه مميزات بس برضه ليه عيوب. ليه ليه عيوب؟ لإن أحيانًا إنك عايز تلتزم بكل حاجة زي ما الكتاب بيقول، ممكن يلغي تفكيرك، ممكن يلغي إحساسك باللي قدامك. فأنا عايزة أحكي لكم بالضبط إيه اللي حصل معايا، وتعالوا بعدها نشوف بقى هل فعلًا الموضوع كان يستاهل والّا ما كانش يستاهل. اللي حصل إن أنا كنت تعبانة، كان في فترة الحمل بتاعتي وكنت يوم إجازة، الدكتورة بتاعتي أيام الإجازات هنا الدكاترة بيقفلوا، العيادات بتقفل، المخرج الوحيد ليك يوم إجازة weekend أو يوم عطلة رسمية إنك تروح المستشفى، تروح طوارئ في المستشفى. فأنا وجوزي نزلنا وخلاص أوكي رايحين المستشفى تمام، وإحنا في الطريق ما فيش أي حاجة، اليوم إجازة، الطريق فاضي، فماشيين عادي جدًا، فالعربية اللي قدامنا هدِّت مرة واحدة. فجوزي تفاداها فما خبطناهاش، ما لمسناهاش، مجرد إن إحنا قرّبنا وبعدين لمّا حصل يعني إن إحنا اللي خلاص يعني هنخبط، هو وقف وهُم وقفوا، العربية اللي قدامنا وقفت، ونزلوا هُم الاتنين، جوزي نزل بَص على العربية، ما فيش أي حاجة خالص، والست اللي كانت راكبة العربية اللي قدامنا إحنا ما خبطناهاش أصلًا، فعربيتها ما فيهاش أي حاجة، ما فيش أي حاجة. فسألت جوزي إيه حصل حاجة؟ راح قال لي: "لأ منين؟ يعني إحنا ما خبطناهمش أصلًا، ما حصلش أي حاجة." فقُلت له: "طيب خلاص يالّا نمشي." راح قال لي: "نمشي فين؟ دي عايزة تبلّغ البوليس." تبلّغ البوليس؟ تبلّغوا على إيه؟ ما هو هي مش متضررة من أي شيء، تبلّغوا ليه؟ راح قال لي: "مش هينفع نتكلم معاه، هي مصممة إن هي تبلّغ البوليس لإنها يعني مقتنعة إن إحنا خبطناها، حتى لو ما فيش أثر يعني وما فيش أي حاجة تقول إن إحنا خبطناها ولا إحنا أصلًا خبطناها يعني في الحقيقة، بس هي برضه عايزة تبلّغ البوليس." قُلت له: "طب خلّيني أنا أتكلّم معاها، يعني أنا تعبانة وحالتي يعني باين عليّا إن أنا حامل يعني رايحة طوارئ يعني أكلّمها هي كمان واحدة سِت ممكن تفهم يعني احتياجي ده وإحنا يعني ما عملنالهاش أي حاجة، ما ضرّرناهاش في أي شيء." فكلّمتها فقُلت لها: "أنتِ شايفاني أنا عاملة إزاي؟ أنا تعبانة وإحنا أصلًا في الطريق رايحين طوارئ وكده عشان يعني أنا حامل زي ما أنتِ شايفة وعندي مشاكل صحية ولازم يعني أروح دلوقتي الطوارئ." تجاهلت تمامًا كل اللي أنا قُلته لها، كإني باكلم حجر، كإني باكلم صنم، كإني باكلم حيطة، ولا أي شيء. قالت لي: "ما فيش أي حاجة أقدر أعملها لِك غير إن أنا أستنى البوليس ييجي وبعد كده تقدروا تتحركوا." فأمّا قُلت لها: "بس أنا تعبانة، أنا ما أعرفش إذا كنت أقدر أستحمل لحد ما البوليس ييجي والّا لأ، النهارده يوم أجازة." يعني في الأيام الأجازة كمان الناس اللي شغالة في أقسام الشرطة عددهم أقل، فعشان تتصل بحد وييجي لك في ساعتها الموضوع بياخد وقت أطول. فقُلت لها: "أنا مش هاقدر أستنى." راحت قالت لي: "خلاص امشوا تمام، وإحنا هنصور العربية بتاعتكم وكده، ولمّا ييجي البوليس هنبقى نبعت لكم المحضر يعني والكلام ده برقم العربية." فقُلت له: "طب خلاص نمشي يعني إحنا ما عملنالهاش حاجة، فالبوليس هييجي هيعمل إيه؟ يعني هيكتب كلام منين؟" فراح قال لي: "لأ، نستنى معلش خدي أي مسكن، خدي أي حاجة عشان هُم ممكن ي يقولوا حاجة ما حصلتش، يعملوا أي حاجة ويقولوا إن هي يعني إحنا عملناها لهم ويتبلّوا علينا يعني بمعنى أصح." فقُلت له: "لأ إزاي ما أعرفش إيه يعني ما فيش حد بيعمل كده بقى على نيّتي يعني." اللي هو لأ يعني هيعملوا كده ليه أصلًا يعني هيضرونا ليه؟ إحنا ما ضررناهمش أصلًا ما عملناش أي حاجة. راح قال لي: "لأ نستنى أحسن." وما أعرفش إيه وكده. طبعًا استنينا، أنا تعبانة جدًا، خدت مسكن وإحنا يوم إجازة زي ما قُلت الدنيا كانت شمس، يوم حَر، فركنوا في حتة قُلنا خلاص نركن على جنب لحد ما البوليس ييجي، فركننا في حتة ما فيهاش غير شمس، ما فيش أي مكان ضِل ينفع نركن فيه، فطبعًا مش قادرة أقعد في العربية واقفة على رجلي برّه، باتوجّع، تعبانة، وعمّالة أبُص لها يعني اللي هو يعني أنتِ شايفة الموقف يستاهل البهدلة اللي أنتِ يعني مبهدلاها لنا دي؟ إحنا ما عملنا يعني ليه يا حاجة ليه يعني؟ ولا أي حاجة، تتجنب تمامًا إن هي يعني تبُص لي، كل ما أبُص لها ألاقيها بتبُص في حتة تانية ومش يعني اللي هو كإنها مش شايفاني أصلًا يعني. المهم البوليس قعدنا ساعة ما جاش، ساعة ونُص ما جاش، فاتصلنا بيهم إحنا في حد بلّغ عن عربية رقم كذا، كذا وبتاع، هتيجوا إمتى؟ راح قالوا لنا النهارده يوم إجازة وعلى حسب يعني الأفراد المتاحة هييجي لنا أقرب حد يعني موجود حوالين المكان. طب إمتى؟ لأ ما نعرفش. طب جوزي قال له: "طب يعني أنا معايا مراتي في حالة صحية مش كويسة، مش مستقرة، يعني ما ينفعش أسيبها طول اليوم قاعدة في الشارع، لازم نروح المستشفى." إحنا هنشوف ومش عارفة إيه وبتاع وكده، بعدها بنُص ساعة تقريبًا، بعد ساعتين انتظار في الشارع، جات عربية البوليس، راحت بقى يعني يعني متعشِّم خير، إحنا ما عملناش حاجة، فجاء العربية كان فيها ولد وبنت، ضابط وضابطة، فالولد الشاب ده راح
اتكلم مع الست دي، كان في واحده تانية معاها، تمام تمام، فعمالين يضحكوا وما اعرفش ايه وبتاع. قلت عادي خلاص الموضوع بيعدي، هم مفيش اي حاجه حصلت. والبنت جات لنا، فالظابطه دي اللي جات لنا بصت علينا ومش عارفه ايه، جوزي كلمها قال لها بصي هو العربيه ما حصلش اي حاجه، احنا ما خبطناهمش اصلا، ما جيناش جنبهم، هم برضو صمموا يجيبوا البوليس رغم ان احنا يعني ما فيش اي ضرر للعربيه بتاعتهم ولا العربيه بتاعتنا زي ما انت شايفه. المهم ايه، قعدت تتكلم معانا شويه، وبعدين الولد اللي كان بيتكلم مع الست اللي قدامنا دي آه، كتب تقرير ان احنا خبطناهم ومعرفش ايه وكده، وجاي بقى بيدينا الورقه، فاحنا بنقرا الورقه فمكتوب ان في اضرار حصلت في العربيه. فاللي هو يعني احنا خدنا الورقه قلنا خلاص ما فيهاش حاجه فما قريناهاش، وبعدين انا فتحتها فببص كده فبقول له ايه ده، يعني ده ايه؟ فجوزي قرا قال له فين يعني ممكن توريني الاضرار اللي احنا سببناها لهم دي؟ هل انت بصيت اصلا على العربيه؟ هل انت يعني شفت ان في اي كسر، اي خدش، اي سكراتش في العربيه سواء بتاعتهم او بتاعتنا؟ راح المهم ايه، قال له اهو. فاخدنا لفينا ورا اللي هي الحته اللي بتبقى بيتقال عليها ايه معرفش اسمها إيه، رفرف ولا ايه الحته اللي هي بتبقى من ورا دي، اللي هي بتبقى زي بلاستيك بس هي مش بلاستيك، اللي بيبقى فوق النمر. فبصينا ولا تحت النمر مش فاكره اللي هي في ظهر العربيه يعني. فالمهم ايه، راح قال له اهي في خربشه وفي معرفش ايه وكده، فجوزي بيعمل كده بصبعه فاتمسحت. فراح قال له هي فين الخربشه دي يعني شموتس، يعني قال له ده شموتسش، قال له العربيه متوسخه، دي قله نظافه حضرتك يعني، يعني لو هم غسلوا العربيه الحاجات دي هتروح. راح قال له لا ده خدش وانت مسحته بصبعك. بس التخلف بقى، يعني تخيل انت رد يعني في حاجه مش موزونه في دماغ حد يقول حاجه زي كده. راح قال له هو في خدش بيروح بصبع يعني بمسحه صباع؟ الخدش بيتعالج، لو في ضرر بيتعالج بيتصلح مش بيتمسح بالصبع. دي كانت يعني زباله يعني حاجات تراب شتاو موجود على العربيه. فالبنت اللي هي الظابطه اللي كانت معانا دي الحمد لله كان واضح انها بتفهم يعني، وكانت منصفه الى حد ما. فراحت لما لقيت العبث ده بيدور يعني والكلام اللي بيتقال ده، فقالت لنا خلاص خلاص احنا هنعمل لكم ورقه تانية. اخدت الورقه دي مننا وقطعتها، وراحت عامله ورقه تانية ان ما حصلش اي حاجه خالص في العربيه، وان احنا ما سببنا لهمش اي اضرار. وحطيتهم الورقه. طبعا هم اتكتموا كتمه ما يعلم بها الا ربنا، ما اعرفش ليه كانوا عشمانين ان هم يعني يعملوا فينا كده. واحنا خدنا الورقه الحمد لله ارتحنا نفسيا ان ما حدش ظلمنا او مشينا، يعني انا تعبانه وواقفه ويعني وفيها اللي مكفيني وكمان تجيلنا يعني بلاوي بقى يعني، واحنا ما عملناهاش اصلا يعني، حد بيتبلى عليك في حاجه قدام عينك. فتخيل لو كنا مشينا بقى لو كنا مشينا ووثقنا فيهم وسيبناهم هم بقى يتعاملوا مع البوليس كانوا عملوا ايه. بس فالمهم اللي حصل، فراحت جايه الظابطه دي عطتنا الورقه وما اعرفش ايه. وفي المانيا في حاله انك تطلب البوليس يعني على شيء على ما فيش يعني على حاجه مش مستاهله، بتدفع فيز، بيدفعوك غرامه، مش غرامه، بيدفعوك رسوم البنزين يمكن بتاعهم ان هم جولك المشوار يعني كده 35 يورو حاجه زي كده يعني، ده اللي احنا دفعناه. فواحنا ماشيين انا كل اللي في دماغي سؤال واحد بس، ليه يعني؟ ليه ليه ممكن يكون في حد فاقد، انا مش عايزه اقول ان هو يكون فاقد ادميته او انسانيته ان هو يشوف او يتعاطف مع حد قدامه في موقف ممكن يكون خطر يعني. انا ما اعرفش ايه اللي كان عندي، ايه اللي حصل لي يوميها، حالتي كانت مش مستقره وانا تعبانه وانا حامل يعني، مش انت مش بتضريني لوحدي، انت بتضري واحده حامل. ولا اي شيء، ولا يفرق معاهم اي شيء في اي حاجه في الدنيا غير ان هم فيكس، ان هم كده على حاجه واحده عايزين يعملوها فتتعمل ايا كان اللي قدامهم ده. دي مش مشكلتهم يعني، ان شاء الله تكون بتفرفر قدامهم مش مشكلتهم طول ما في حاجه تانية في صالحهم هم لازم تتعمل. واحيانا ماشي يعني عشان بس ما حدش يقول لي صح والحق والقانون صح عندك حق، ده ممكن يحصل لو انت بقى عايز تلغي يعني حته المشاعر والعواطف والتعاطف والكلام ده كله، في حاله ان انت ليك حق فعلا، فعلا ليك حق، حد فعلا ضرك، حد ضايقك، حد سبب لك اي اضرار نفسيه معنويه ماديه ايا كان، ساعتها طبعا لازم تشوف يعني على حسب حجم الخسائر ده ايه اللي ينفع تعديه، هتتسامح، هتعدي، هتكلم بوليس، هتعمل ايه. لكن حد ما عملكش حاجه اصلا لكن انت يعني عايز تعكنن عليهم برضو، يعني هو برضو يعني مش هسيبكم يعني تمشوا كده. يشاء القدر ان احنا قبلها بكام يوم، كام يوم قبلها كنا واقفين في اشاره وواحد جه ورانا خبطنا بالعربيه واحنا في الاشاره، يعني احنا واقفين اشاره حمراء مستنيين الاشاره تفتح، وده جه ورانا خبطنا يعني، والعربيه اتحركت بينا يعني مشيت شويه، فاللي هو يعني
ولا نزل من العربيه ولا اعتذر ولا عمل اي حاجه غير ان هو بص لنا في المرايه من يعني كده وعمل كده، اللي هو يعني ايه ما تاخذونيش يعني. واحنا ولا دققنا معاه ولا نزلنا اتخانقنا ولا ركنا ولا عملنا اي حاجه خالص، لان احنا عندنا حاجات في حياتنا اهم من ان احنا نفضل نشاكل في الناس على حاجه ولا هتودي ولا هتجيب، ما حصلش اي حاجه. فلو انت جاي المانيا جديد ما تتعشمش قوي في الناس، حاول تلتزم بالقوانين. طبعا بقول الكلام ده عشان يعني اي حد جاي جديد يلتزم بالقوانين، طبعا طبعا لازم نلتزم بالقوانين. مش بقول حد نروح يعني حد يخبط حد ويهرب او ما يبقاش عايز يتحمل مسؤوليه او يكسر قانون ويبقى يعني بيعمل حاجه غلط، لا طبعا يعني ده مش الاساس. الاساس انك تكون انسان ملتزم زي كل الناس هنا ما هي ملتزمه وبيتمسكوا بالقانون، ولكن يعني في جزء من المشاعر، في جزء من الإنسانية لسه عايشة جوانا. لما نشوف حد ممكن نساعده، مش نعطله، مش نعرض حياته للخطر. يعني موقف زي ده انا معرفش كان ايه اللي ممكن يحصل لي لو كنت استنيت اطول من كده، مع ذلك دي حاجه ما فرقتش معاهم. لكن لو حد بيفهم وحد شايف ان الموقف ما يستاهلش وما فيش داعي يعني، لا ممكن يعديها. ليه ما نعديش لبعض؟ احنا مش في غابه هنا، يعني كل واحد خايف على نفسه لدرجه ان هو عايز يحمي نفسه على حساب اي حد تاني ايا كان مين الحد ده. ف يعني الأصل الالتزام بالقوانين، ولكن في النهاية الواحد محتاج يبقى فيه منفذ، في جزء من التواصل الاجتماعي. ما هو يعني الناس دي اللي انت بتتعامل معاها وبيعملوا فيك مواقف زي دي انت مش هتبقى بعد كده قطة وديعة، يعني هتتعامل معاهم بنفس طريقتهم. فمع الوقت انت هتبتدي تفقد اصلا حتة انك تفهم مشاعر حد او تقدر ظروف حد. ودي حاجه للاسف هتحصل لك في الغربه، ولكن بقدر قد ايه يعني ممكن ناس يحصل لها 100% وتبقى قلبها خلاص بقى ينشف. زي ما يقول لك بتروح ناس بتسافر بره وقلبها بيجمد والغربه بتقسيهم والغربه بتنسيهم، ما هو من ده ما هي دي الناس اللي احنا بنتعامل معاها، يعني عينه من الناس مش كل الناس عشان برضه ما اعممش. ولكن مواقف زي كده لما بتحصل صدقني كأن حد ضربك بالقلم على وشك، يعني بتفضل بقى الموقف ده بيفضل معلم معاك وتقول طب لو هم اتعاملوا معايا كده ليه انا اتعامل بشكل الطف؟ طب ما خليني انا كمان زيهم بقى، يبقى الكل سواسيه. فمع الوقت بتبتدي هي دي الطريقه اللي انت بتجبر انك تعامل غيرك بيها مع الوقت. ولكن خلي في قلبك جزء يعني حنيه وانسانيه عشان تقدر تعيش عشانك انت مش عشان اي حد تاني. الواحد بيحاول على قد ما يقدر هنا، رغم ان ممكن يحصل مواقف تضايقه من حد مثلا، سواء موقف عنصريه او موقف انا ما اعرفش الموقف ده يتصنف تحت ايه. ممكن يكون كذا حاجه، ممكن يكون عدم تعاطف، ممكن يكون التزام زياده عن اللزوم بالقوانين، فقد الانسانيه اللي جواك لانك مش قادر تتعاطف مع حد، مش قادر تحس بوجع حد او بمشاعر حد في ضعف او في مرض او في احتياج قدامك. فبلاش ده يحصل لك، بلاش ده يحصل لك. ولكن في النهايه التزم بالقانون عشان تحفظ حقك، والتزم بالقانون عشان تعرف تجيب حقك. ولكن لو حاجة مش مستاهلة عديها، الناس لبعضيها يعني وخليك انت الأحسن لو تقدر تعمل ده، ولكن بدون ما تيجي على حقك ولا تيجي على حق غيرك. اكتبوا لي في الكومنتس انتوا شايفين القصة دي ازاي؟ هل فعلا التعاطف مش موجود في ألمانيا وان صعب ان يكون ليك علاقات اجتماعية وصعب ان يكون يعني تكون إنسان على تواصل بالناس بشكل كويس بسبب طبيعة الناس هنا؟ ولا دي حاجة يعني المفروض الواحد يقبلها ويعديها يعني؟ وبس كده. تشاو.